اهلا وسهلا خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم تتشوفوا معايا هذا الفيديو. واول حاجه شكرا لجميع الاخوات اللي تيخليو لي كومونتير، واي واحد تعطي الراي ديالو تنقول ليه من هنايا شكرا. وشكرا على النصائح ديالكم، تنستافدوا منهم كاملين، وتنتمنى حتى انا نكون مفيده ومستفيده في نفس الوقت. هنايا راه الصباح، جيت عطيت لهاد الفليسات والامهات ديالهم الماكله، خرجتهم من هذيك البراكه اللي فيها هذوك الايزا براون، وغنخلي معاهم واحد الديك هكا باش يبقى مونسهم. وصافي هادو تنخرجهم لانهم ملي تيصبح النهار تيبداو تيدابزوا، ما تيخليوهمش ياكلوا، ما تيخليوهمش يشربوا، تيكحزوهم فواحد الجنيب. المهم كل وحده مع فليساتها هكا في بليصه. عرفتي سبحان الله العظيم، شتي كل فلوس عارف مو هاد الصغيورنا تقريبا قدهم قد هادوك الصغار الاخرين. واخا هكا يتخلقوا هي تعيط لهم امهم، شي تيمشي كل تيمشي عند امه. سبحان الله العظيم. هنا راه خلطت الماكله للدجاج، وجيت صورت هكا معكم هذا المقطع هكا باش بغيت نمشي خلطت لهم الماكله وحطيتها لهم تحت واحد الشجره، وبغيت نمشي نحل عليهم هذاك خليط السلالات هكا باش يخرجوا. وفي نفس الوقت بغيت نطرح معكم واحد الموضوع، بغيتكم تعطيوني الرأي ديالكم فيه. والصراحه الظاهره عندنا هكا ولات عندنا بزاف وخايبه الصراحه، تضر في الخاطر. بزاف الناس اللي تضروا منها، بزاف الناس اللي دخلوا هي دجاجه وحده وقتلت لهم القطيع كله. انا شخصيا تنعرف ناس، واحد السيده يلا البارح هضرت معها، شرات دجاجه من عند جارتها، دجاجه وحده صدقات قاتله ليها 14 الدجاجه. وصراحه هادشي ولا تيضر في الخاطر بزاف. ما عرفت فين بينا نوصلوا بهادشي. انسان بغى يربح باي طريقه، وما تيفكرش في خوه المسلم، ما تيفكرش في الانسان الاخر، ما تيحطش راسو في بلاصه الانسان الاخر. ما تنهضرش على الدجاج، تنهضر بصفه عامه على البيع والشراء، على الحياه، على كل شيء. انسان قبل ما يدير واحد الخطوه ولا يفكر يدير واحد الحاجه يحط هو راسو في بلاصه داك الانسان الاخر. انا بعدا شخصيا، واعوذ بالله من قلت انا، ما نقدرش نغش شي واحد في البيع والشراء ولو ما تنعرفوش، ولو تلاقانا به مواقع التواصل الاجتماعي. ما نقدرش نغش شي انسان كما كان النوع ديالو. نقول نكذب على واحد الحاجه هي باش انا نبيعها، واخا نعرف راسي نضيع فيها ونخليها ليا وما نعطيهاش لشي واحد اخر باش ما ينعتنيش بواحد الكلمه اللي خايبه، ولا يقدر يدعي فيا، ولا هذيك حسبي الله ونعم الوكيل. هذيك بوحدها راه صعيبه الا قالها عليك الانسان. عرفتي شنو هي حسبي الله ونعم الوكيل؟ فما بالك تغش واحد الانسان هكا وتشد هذوك الفلوس وتفرح بهم وضميرك مرتاح؟ الصراحه كي قلت لكم حسبي الله ونعم الوكيل. بقاو معايا في الفيديو غادي تفهموا الموضوع مزيان. وكي قلت لكم خليوا لي التعاليق ديالكم ولي جيم، عرفتكم تتنساوهم. خليوا لي لي جيم هكا باش الفيديو يقترحوا اليوتيوب على ناس اخرين. سمعوا راه دايرين الصداع، دايرين الفوضى. دابا غادي نطلقهم هكا باش يخرجوا شويه. شو حدا فين دخلت؟ طار 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 دخلت. صافي راه حطيت لهم الماكله هنايا، راه غادي ياكلوا وغادي يمشيو هكا يطلقوا شويه رجليهم. ناري 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 باد خايفه على ولادها، وهي راه ولادها مشاو ليها. قلت لكم البنات بغيت نطرق معكم واحد الموضوع بالنسبه للبنات لهاد الخليط السلالات. تقريبا دابا عندي شهرين، من شهر 9، من 16 9، شهرين وشي حاجه، وشهر 10 وحنا غاديين في شهر 11. لا شي تقريبا شهرين واقفه، حيت السيمانه الاخرانيه ديال شهر 9. السيد اللي كنت تواصلت معاه شفتوه في الفيسبوك،
حط لانونس بانه عنده واحد القطيع، عنده شي 200 ولا ما عقلتش بالضبط، وبيبيعها ديال خليط السلالات، وعنده الفيومي. انا قلت ليه بغيت خليط السلالات. صافي تواصل معاه راجلي، قدينا الامور. قلت ليه الدجاج شحال عنده؟ قال لي راه الدجاج تقريبا عندي جوج الاعمار مخلطين ما بين 5 شهور و6 شهور. كاينه اللي تطرشم، كاينه اللي مازال ما تتبيضش. قلت ليه صافي انا داكشي اللي بغيت فعلا. قلت ليه صافي وجد لي واحد 30 دجاجه. قال لك لا راه خصك تجي ليها في الليل باش نشدوها. جي بدات تيطيح الظلام باش تشد، راه بنهار ما تبغيش تشد لينا. قلت ليه واخا مشينا. قلت ليه تدير التوصيل؟ قال لك لا ما تنديرش التوصيل، خصكم تجيو. فعلا ملي قال لي السيد هكا قلت صافي راه السيد ثقه، خصنا نمشيو، خصنا باش نشوف نيت السلعه. كون شي سلعه ماشي هي هذيك ولا مريضه ولا سميتو، راه ما غاديش يقول لي زعما اجيو تتشوفوها وديوها. تنكتشف بان الدجاج ما عندوش لا 5 شهور لا 6 شهور. الدجاج فايت العام. كي تعرفوا الدجاج اللي تيبدل ما تيكونش صغار، تيكون ديجا فايت العام. حيت انا عندي دجاجات اللي دابا وصل لاحقين البداله كبارات، والدجاج اللي عندي فيه 5 شهور و6 شهور ما لحقاتوش البداله. دابا نوريكم وحده. ها هي شفتوها؟ هذه ما جاتهاش البداله، هذه راه باقا صغيره. عندي الاخرين مشاو لهيها. هو الدجاج فاش جبتو صغيور، واش ما كانش تياكل، واش ما كانش سميتو ما عرفتش. والدجاج الا ما كملش العام ما تيكونش نايض فيه الضفر. بزاف الدجاجات يلاه باديهم الضفر، يعني يلاه قفلوا العام، ولا يلاه بيقفلوا العام. الفراج حتى هما باديهم الضفر. عرفتي تنجلس دابا تنعطي الماكله للدجاج، عرفتو مع كثرت هكا تفرج في الفيديوهات، تستافد من عند هذا شويه ومن عند هذا شويه ومن عند هذا شويه، وليت تنعرف شحال من حاجه على الدجاج، وباقي تنكتشف وباقي تنقلب وباقي. حيت هذا الشيء راه بحر ديال المعلومات. بحال هذا الفروج انا عندي، ها هو هذا عندي ها هو مشى. تكون عنده تقريبا واحد 6 شهور. يلاه بدا بلاصه الضفر تخرج. الفراج انا اللي شديت من عنده بداو تيبان الضفر، بدا خارج. راهو بحال هذاك شفتوا الضفر؟ شفتوه؟ راه هو الضفر خارج، يعني هذا راه داخل في العام. هذه الدجاجه حتى هي بداها الضفر، شفتوه؟ يعني الدجاج ديال 5 شهور و 6 شهور ما تيكونش فيه الضفر كاع. ها هي انا هذيك الدجاجه في عندها 5 شهور ما جاتهاش البداله. الفروج وكذلك هذاك تا هو 5 شهور ما جاتوش البداله. هذيك اخوت هادو 5 شهور ما جاتهاش البداله وما فيهاش الضفر في رجليها. الدجاج اللي عطاني كله تقريبا يلاه بيبدا فيه الضفر. واش نقول لكم، انا تنمشي بالنيه ديالي. الصراحه اكتشفت بان تشري الدجاج من الانترنت شي حاجه اللي صعيبه، خصك تشري من عند الناس اللي يكونوا ثقه. هادشي اللي اكتشفت، من غير هذاك الايزا براون اللي طحت فيه اصلا كبير. وقال لي مولاه لا عنده 4 شهور. قلت لي عافاك عندك يكون شي حاجه تكون كبيره؟ قال لي لا. قلت لي عندك يكون مريض. هو فعلا صراحه ما مريضش. قال لي لا المرض ما مريضش، والدجاجات باقيين صغار، والمشكله هو صورهم وصيفطهم ليا. ولكن عمر التصويره تعطيك تتبين لك، التصويره ما تتبينش. الصراحه الا بغيتو تشريو شريو من عند الانسان اللي ثقه، ولا خرجوا الفلالس عندكم ولا شريوهم فلالس. انا دابا ان شاء الله نويت هكا باش بغيت ندير شي سلالات حره وغادي ناخذهم فلالس. الا ما تيسر ليا شوف واحد السلالات هكا كبار، واحد السيده بتبيعهم، راه غادي غناخذهم فلالس. احسن ناخذهم صغار ونكبرهم انا على يديا هكا قدامي. عندي الحمد لله فين نحطهم، اللهم نكبرهم قدامي ونعرف اشنو كبرت واشنو شديت. تتشد شي حاجه هكا كبيره ما تتعرف اشنو شديت. شوفوا الفيوم، حيت الفيومي اصلا الحجم ديالو
ديالو صغير. شوفوا الضفر قداياش في الفيومي. ها انتم بلاتي نقرب لكم. شتو ها هو الفيومي، راه هو فروج هذاك، راه غير تنتف. شتو الضفر تاع رجليه شتوه. وهذا دابا هذا الفيومي عنده 5 شهور 6 شهور. لا شوفوا ضفرو، ها انتم شوفوا الضفر ديالو قداياش. راه الفروج تيبان هي من ضفار، ولا الفروج ولا الدجاجه. ايوا الله يهدي ما خلق. هذه هي اول حاجه. ثاني حاجه، اي انسان غش راه غش هي راسو، غش هي راسو. وقال لك من غشنا فليس منا. انا تنمشي بنيتي وكل واحد يخلصوا الله. هذه هي خلاصه الكلام. وان شاء الله نتمنى نلقى شي حدا اللي تيبيع الدجاج، وبغيت نشد هكا في ليلسات، وتكون شي حاجه اللي ثقه. حتى داكشي ديال الصغير تتخاف لا طيح شي حاجه ماشي حره. خصني هاد القضيه ندرسها مزيان، عاد نمشي نشوف ونعرف كيفاش يتعرفوا السلالات الحره، عاد نمشي نشري. ما بقاش نهي ندير هكا ونشري. خصني حتى نعرف مزيان. صراحه هاد الحوايج اللي قلت لكم انا ما كنتش عارفاهم شحال هادي، ولكن نهار على نهار تزادك خبره في هادشي ديال الدجاج. بغيتكم نتوما تستافدوا معايا، وما تشدوش هكا الدجاج قبل ما تعرفوا عند من شديتوه. ونتمنى لاي واحد التوفيق. واخر حاجه غادي نقولها لكم هو بعدوا على الشرا هاد الايام. الدجاج كلشي اللي عنده شي دجاج مرض ليه، اللي دخل على الدجاج وشي حاجه راه مرضات ليه. ونتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم. خليو لي كومونتير على هادشي اللي قلت، واش انا على صواب. كيبان لكم هادشي ديال البيع والدجاج ديال الدواجن، واش نيت فيه الغش بزاف، واش نتوما وقعات لكم غشكم شي حد. وغادي يكون هذا هو نهايه الفيديو. خليتكم على خير، نتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم. الى اللقاء، خليت لكم الراحه.